البحر الأحمر مش مجرد بحر ورملة وبس، ده جواه وحواليه حكايات من آلاف السنين. تخيل إن الفراعنة كانوا بيستخرجوا الزبرجد من جزيرة، والجزيرة دي اكتشفوا فيها أكبر حجر زبرجد في العالم، كان وزنه 310 قيراط وموجود دلوقتي في متحف واشنطن. لو عايزين تعرفوا القصة من أولها كملوا الفيديو للنهاية. لما تتكلم عن البحر الأحمر مش بتتكلم بس عن شواطئ ومية زرقاء، لا، البحر الأحمر ده عالم تاني خالص، حكاياته كتير وكنوزه موجودة في كل حتة، من الصحراء لحد جباله العالية اللي مليانة أسرار، ولحد أعماق بحاره اللي بتخبي عالم تاني من الكائنات الملونة. البحر الأحمر ده كنز حقيقي لمصر. في ناس كتير بتفكر إن الصحراء دي مجرد رمل وصخر، بس الحقيقة إنها عالم تاني من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. الصحراء الشرقية دي بتعتبر من أغنى المناطق في مصر، وبتخبي جواها كنوز ليها قيمة كبيرة. أهم كنز فيهم هو الزبرجد، ولا حكاية من ألف ليلة وليلة. تخيل كده على بعد حوالي 70 كيلومتر من سواحل مرسى علم في جزيرة صغيرة اسمها سان جونز، أو زي ما اشتهرت جزيرة الزبرجد. الجزيرة دي ليها شكل مخروطي غريب ولسان رملي بيمتد المسافة 3 كيلومتر، مساحتها صغيرة حوالي 4.5 كيلومتر مربع، بس قيمتها كبيرة. ليه؟ لأنها كانت من أهم الأماكن اللي بيستخرجوا منها الزبرجد من زمان قوي. الجزيرة دي مش بس ليها قيمة اقتصادية وجيولوجية، دي كمان قريبة من الممر الملاحي الدولي، يعني موقعها استراتيجي. ده غير إن المناطق اللي حواليها فيها أماكن غطس تبهرك وبتجذب سياح كتير. زمان كانت الجزيرة دي اسمها جزيرة الزبرجد عشان المحاجر اللي فيها، بس المحاجر دي اتقفلت من سنين طويلة. بيتقال إن المصريين القدماء كانوا بيستخدموا الزبرجد الأصفر ده في صناعة الخرز، وفضلت الجزيرة دي أهم مصدر عالمي للزبرجد من سنة 1300 قبل الميلاد. من الحاجات اللي بتبين قيمة الجزيرة دي إنهم لقوا فيها واحد من أكبر أحجار الزبرجد في العالم، كان وزنه أكتر من 310 قيراط. الحجر ده مش أي حجر، دلوقتي موجود في متحف المعهد السمسثوني في واشنطن، ودي حاجة بتخليك تحس بقيمة المكان ده وتاريخه. مش بس جزيرة الزبرجد اللي مليانة كنوز، ده في كمان وادي سكيت اللي موجود في صحراء القصير ومرسى علم. الوادي ده مشهور جدا، وفي معبد فرعوني روماني لسه موجود لحد الآن. الوادي ده كان محطة مهمة جدا للقوافل التجارية اللي كانت رايحة لبلاد بونت، وأثناء مرورهم الفراعنة اكتشفوا الزمرد فيه، وبعدهم جه الرومان واستخرجوا كميات كبيرة من الأحجار الكريمة لدرجة إنهم بنوا معبد اسمه سرابيس عشان يبقى مقر لهم. الوادي ده دلوقتي بقى من أهم أماكن رحلات السفاري الجبلية في مرسى علم. تخيل، المكان اللي كان من أهم مصادر الزبرجد في العالم القديم دلوقتي بقى وجهة سياحية بتجذب المغامرين وعشاق الطبيعة. البحر الأحمر والصحراء اللي حواليه مش مجرد مكان للفسح، ده جزء من تاريخ مصر الغني. كل جبل وكل وادي وكل جزيرة ليها حكاية وبتخبي وراها كنز. من الزمرد والزبرجد لقصص الفراعنة والرومان، المنطقة دي مليانة أسرار تستاهل إننا نستكشفها. يعني لو فكرت في رحلة للبحر الأحمر، فكر كمان في الصحراء اللي وراه، هتلاقي عالم تاني خالص من الجمال والتاريخ.